السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتبعوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم زوج ديال الوصفات تحلية من 3 طبقات كتجي من أروع ما يكون. واحد البنة فيها هي البنات لا تقاوم، وإلا جربتوها أنا متأكدة أنها غادي تعجبكم. والطبق الثاني اللي غادي نشارك معكم هو عبارة عن طاجين اللي كيجي معسل ومجمر، كينفع للسحور وينفع للعشاء، كيجي رائع. نتمنى تكملوا معي الفيديو حتى النهاية باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديال التحلية: كناخذ كاسرونه كندير فيها 2 ديال السكر حبيبات، كنزيد 2 معالق ديال الفلان بنكهة الكراميل، وكنزيد 2 معالق ديال النشا او مايزينا، ما يكونوش عامرين بزاف، يكونوا ممسوحين. كنزيد 3 ديال الكيسان ديال الحليب ما يعادل 220 مليلتر للكأس. كنحرك الكل على البارد وكنديرها على النار اللي كتكون متوسطه. ينفوت بدي تغلي غير شويه كنحيدها. حيد الكاسرونه على النار، كنزيد لها معلقه كبيره نتاع الزبده وكنخفي يديا، كنحرك مليح باش تذوب لي مليح ديك الزبده. كنفرق في الكؤوس ديال التقديم، كنخليهم يبردوا غير على برا. واحد الكأس اللي غادي ندخلو للثلاجه يبرد لي مزيان لحقاش نحتاجو من بعد. الطبقه الثانيه احتاجيت شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع اللي حمرتهم في الفران وهرمشتهم، كنخلطهم، كيعطيونا واحد القرمشه اللي رائعه في التحليه. كنديرهم في الكؤوس ديال التقديم، كنحاول نساوي السطح ديالهم بالملعقه وكنخليهم جانبا وندوزو نحضروا الطبقه الثالثه. احتاجيت 3 ديال المعالق كبار ديال بودره الشونتيي، كنزيد لهم 3 ديال المعالق ديال الحليب اللي يكون بارد، ونحرك بالضراب، نحركهم غير شويه. ومن بعد عاد اللي كنضيف داك الكأس ديال الكريمه اللي درت في الاول، حتى هو يكون بارد بزاف. كنضربهم، كنطلع الكريمه على هذا الشكل هذا، كنديرها في واحد لابوش وكنزين الكؤوس ديالي. ودرت من الفوق شويه ديال الصلصه ديال الشوكولاط، تقدروا ديروا حتى الصلصه ديال الكراميل. باش نحضروا الطاجين كناخذوا الطاجين نيت بعدا نشرملوا فيه الدجاج بلا ما نكثروا علينا المعن. درت خويط ديال الزيت النباتيه، شويه ديال المعدنوس، 2 فصوصه ديال الثوم اللي قطعتهم رقيق، معلقه صغيره نتاع الملحه، او راس معلقه نتاع القرفه، نص معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره نتاع التحميره، معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، ومعلقه صغيره ديال السمن الحار، وزيدوا حتى معلقه صغيره نتاع الخرقوم البلدي، انا نسيت ما صورتها لكمش. خلط كل شيء مزيان. قطعت 3 ديال البصلات كبار رقاق على الطول، كنزيد لهم شويه ديال الشرموله باش ما تجيناش البصله باسله. انا درت 3 ديال المصاص ديال الدجاج اللي شرملتهم، نتوما ديروا الدجاج على حسب افراد العائله. تكيتهم بالموس هكا باش تدخل معاهم شرموله، وكندير شويه بديك البصله لتحت تحت الدجاج باش ما يلصقليش، واللي بقى لي من البصله كنديرها من الفوق. وفي الاخير كنزيد شويه ديال الزبيب اللي سبق لي نقعته في الماء. كندير طاجين على النار اللي كتكون مهيله، ونبقى كل مره كنهز بداك المرق وكندير على البصل من الفوق باش ما تجيناش البصله باسله. نحسوا بلي البصله طابت والدجاج طاب، صاي كنطفيو عليه. الوصفات ديال اليوم كيجيو روعه، كيستحقوا التجربه. ما بقى لي الا نقول لكم صحه فطوركم، دمتم في امان الله وحفظه. مع السلامه.